الدوشة والأنوار دي يا أيسل؟ هو النهاردة في إيه؟ ده يوم ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده أحلى يوم في حياتي. طب احنا عايزين نعرف قصته يا أيسل، تعرفي تحكيها لنا من الأول ما اتولد؟ تعالي نروح لماما، هي تحكينا من الأول. ماما يا ماما. نعم يا حبيبتي، في ايه؟ ماما يا ماما، ينفع تحكينا قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما اتولد بالتفصيل؟ طبعا يا فراشاتي، يلا اقعدوا، انا هحكي لكم الحكاية من اولها لاخرها. النهاردة يا حبايبي هنعيش رحلة جميلة قوي من اول عام الفيل لحد شباب النبي صلى الله عليه وسلم. هنتعلم منها صفات نعيش بيها. جاهزين؟ جاهزين. في زمان قوي كان في اليمن كان في ملك اسمه أبرهة. ده بنى كنيسة كبيرة قوي، وكان عايز الناس تروح لها بدل الكعبة. لما العرب ما سابوش الكعبة، أبرهة زعل قوي وقرر إن هو يروح يهدم الكعبة دي، وقال أنا ههدمها بجيش ضخم ومعاه فيلة كتير. أشهر فيل فيهم كان الفيل الكبير، وكان اسمه محمود. أبرهة ده يا حبايبي خد الطريق لحد ما فضل يقرب من مكة، وقعد يبعت جماعات تسرق مواشي الناس. ومن ضمن المواشي اللي سرقوها كانت 200 ناقة لعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جد النبي كان كبير أوي في مكة؟ أيوة يا حبيبتي، ده كان سيد قريش. قام عبد المطلب راح إن هو يقابل أبرهة، فأول لما دخل عليه أبرهة افتكر إن هو بقى هيكلمه عن الكعبة، لكن عبد المطلب قال له بهدوء أنا رب الإبل وللبيت ربي يحميه. أبرهة استغرب، لكنه رجع له الإبل وقرر إن هو يكمل هدم الكعبة. وفضل عبد المطلب يتعلق بالدعاء ويقول يا رب احمي بيتك، يا رب احمي بيتك، يا رب احمي بيتك. وبعد كده حصلت معجزة. الفيل اللي جابه أبرهة دوت أول لما وقف عند الكعبة وشاف الكعبة راح برك ونزل كده، ومرضاش أبدا إن هو يتحرك، ولا أي فيل رضي إن هو يتحرك، ووقفوا كلهم ومرضوش أبدا. وحصلت معجزة كبيرة إن ربنا بعت طيور أبابيل، كل طائر كان شايل حجارة من سجيل عشان ترميها على جيش أبرهة ده، فانهزموا من غير ما حد من أهل مكة يقاتل، وفضل البيت الحرام محفوظ زي ما ربنا قال في سورة الفيل. يعني الكعبة محفوظة بحفظ ربنا؟ بالظبط يا حبيبتي، ودي كانت السنة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده اتسمت بعام الفيل. واتولد يا حلوين يوم الاثنين 12 ربيع الأول زي النهاردة كده بالظبط. كان بابا اسمه ايه؟ بابا كان اسمه عبد الله بن عبد المطلب، وده طبعا اتوفى قبل ما النبي يتولد. وأمه كانت اسمها ايه؟ أمه كانت اسمها أمنة بنت وهب، ودي كانت ست طيبة ونقية جدا. أما بقى اللي حضنت الطفل واهتمت بيه بعد الولادة كان ناس كتير قوي. كانت حليمة السعدية، وكانت بركة اللي هي أم أيمن رضي الله عنهما، هما الاتنين. هو مين سماه يا ماما؟ في روايات يا حبيبتي بتقول إن اللي سماه هو جده عبد المطلب، وسماه في اليوم السابع. وفي روايات تانية قالت إنه أمنة أمه هي اللي سمته محمد من البداية. وكمان كان في أسماء تانية، كان من أسمائه برضو اسم أحمد. واسم محمد كان قليل قوي وقتها، وكان معناه المحمود الخصال مرارا. الله، حلوة قوي. طب حصل ايه يوم ما اتولد؟ في روايات يا حبايبي قالت إن أم أمنة شافت نور وقت الولادة كأنه بينور من حوليها، وإحساس بالطمأنينة غريب. أما عندنا دلوقتي إن اليوم ده كان فيه عظمة وكان فيه رحمة اتبعث للعالمين جميعا. بعد الولادة رضع النبي صلى الله عليه وسلم أولا من سبية. سبية دي كانت مين؟ دي كانت جارية عمه أبي لهب، وبكده بقى له أخوة في الرضاعة زي حمزة رضي الله عنه. بعدها جه دور حليمة السعدية من بني سعد. حليمة السعدية دي يا حبايبي بقى كانت بتحكي إيه؟ بتحكي إن هما كانوا عايشين في قحط شديد وركبهم ضعيف،
وكان لبن الناقة بتاعهم كان قليل. ويوم ما خدت النبي صلى الله عليه وسلم حمارهم بقى أسرع من باقي المواشي، وكمان إن صدرها امتلى لبن بعد ما كان قليل جدا، وكمان الناقة بتاعتهم والغنم بتاعهم بقى مليان لبن بعد ضعف، والمكان اللي هم فيه بقى فيه بركة في الزرع والرزق، وكان مليان كلها بركة وجود. ياه، يعني وجوده كان بركة بجد. أيوة طبعا. واللي رضعوا معاه من بيت حليمة بقى اخواته برضه في الرضاعة، وأشهرهم كانت الشيماء أخته في الرضاعة. فضل بقى سنتين كاملين بيرضع، وبعدين طلبت حليمة من أمه تخليه عندها شوية كمان عشان البركة اللي كانت بتيجي. وبعد كده في أثناء الفترة دي حصلت حادثة شق الصدر. في طفولته عند حليمة حصلت حادثة مشهورة جدا في السيرة اسمها شق الصدر، ودي كانت الملايكة طهرت قلبه من الشرور وهيئته للرسالة. تمام يا حبايبي، ودي كانت تنقية ربانية ومش هندخل في تفاصيل. هنتكلم بعدين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأمه في مكة، ولما بقى عنده حوالي 6 سنين اتوفت أمه آمنة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأمه في مكة، ولما بقى عنده حوالي 6 سنين توفت آمنة أمه. وهو رجع من زيارة لأهلها الوجع بتاعه كبر جدا، لكنه كان دايما صبور. بعد كده مين اللي خده؟ اللي خده هو جده عبد المطلب. كان بيحب حب جامد قوي، ويقعده جنبه عند الكعبة، وما كانش حد يقدر يمنعه أبدا. ولما بقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنين تقريبا توفى جده. يعني هو عايش يتيم كده؟ الناس كلها ماتت بدري كده؟ يا حبيبتي، للأسف عشان ربنا عمل كده عشان يربيه تربية خاصة. بعد جده كفله عمه أبو طالب، كان فقير وبسيط لكن قلبه كان كبير، وكان بيحب النبي حب عظيم. هحكيلكوا دلوقتي ايه اللي حصل في بيت أبي طالب. بيت أبي طالب كان الأكل كان فيه قليل جدا، لكن أول لما النبي صلى الله عليه وسلم ياكل معاهم الأكل يكفي ويزيد، ولو النبي اتأخر شوية بس يحسوا إن الأكل مش مكفي، وطبعا دي كانت بركة ربنا جعلها معاه. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم يا حلوين وهو الصادق أمين، وطبعا ده كان لقب الناس ليه، سموه الصادق الأمين. اشتغل راعي غنم، وده شغل يعلم الصبر والرحمة. بعدين يشتغل في التجارة مع عمه، وسافروا للشام. وبعض الروايات قالت إن كان في راهب كان بحيري لاحظ علامات النبوة عليه وهو شاب، فنصح عمه إنه هو يحافظ عليه ويرجعه مكة. وكمان يا حبايبي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شارك في ميثاق للدفاع عن المظلومين. ده كان قيمة عظيمة جدا للعدل، وكان الميثاق ده اسمه حلف الفضول. اسمه ايه يا حلوين؟ اسمه حلف الفضول. كمان كان في حاجة كمان عملها في حياته، حاجة جميلة جدا، كانت تحكيم الحجر الأسود. يعني ايه تحكيم الحجر الأسود؟ لما قريش اختلفت مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه عند تجديد الكعبة. يعني الكعبة كانت كل سنة كانت بتتجدد، أثناء بقى لما بيجددوا الكعبة دي الحجر الأسود بيتشال من مكانه، فاللي بيحط الحجر الأسود في مكانه تاني فبيبقى ده بركة. فكانوا اختلفوا مين بقى أنهي قبيلة اللي هتحط الحجر في السنة دي. فالرسول عمل ايه بقى؟ حكم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو كان عنده حوالي 35 سنة. عمل حل ذكي جدا. قال لهم ايه؟ قال لهم ان انا هفرد العباية بتاعتي واحط الحجر عليه، وكل قبيلة هتمسك طرف من العباية دي او من الرداء ده، وهو صلى الله عليه وسلم هو اللي وضعه في مكانه. وده كان حل سلمي حكيم جدا عشان ما يزعلش حد وعشان يرضي كل الأطراف. وبعد كده يا حلوين كبر سيدنا محمد أكتر واشتغل في التجارة. ولما كان بيشتغل في التجارة كانت السيدة خديجة رضي الله عنها كانت كمان بتشتغل معاه في التجارة، وكانت هي اللي ماسكة التجارة في الوقت ده. شافت أمانته وشافت صدقه، وبعد كده فتزوجها وهو عنده حوالي 25 سنة. كانت أول من آمن بيه لما نزل عليه الوحي. بعد كده وقفت معاه بكل قلبها، وأنجبت منه إيه بقى؟ أنجبت منه القاسم وزينب
ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، يبقى خلفت منه 6. تمام، يبقى 6 من أولاد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جابتهم مين؟ جابتهم السيدة خديجة رضي الله عنها. يا حبايبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان دايما بيحب الخلوة والتأمل ويبعد عن الأصنام والظلم لحد ما جه سن 40 وبدأت الرسالة في غار حراء، ودي قصة نكملها بفيديو تاني عشان ما نطولش عليكم أكتر. ويلا بقى يا حلوين، كل واحد فيكم يقول لي موقف أو صفة اتعلمها من القصة دي لحد لما وصلنا. يعني أنا هكمل لكم القصة بعدين، بس لحد هنا عايزاكم تقولوا لي اتعلمتوا ايه، او ايه الموقف او الصفة اللي اتعلمتوها. يلا قولي يا ايسل، ايه اللي اتعلمتيه او ايه اللي استفدتي منه او ايه الصفة اللي اتعلمتيها من سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام؟ أنا بحب قصة حليمة السعدية عشان فيها بركة حصلت. هنتعلم من سيدنا صلى الله عليه وسلم بالبركة والخير وتمام مكان. طب وانتي يا تالين استفدتي ايه او اتعلمتي ايه؟ أنا بقى عجبني تحكيم الحجر الأسود، ونتعلم منه إن احنا نحل خلافاتنا دايما بحكمة. وكمان عجبني حلف الفضول، ونتعلم إن احنا نقف مع المظلوم حتى لو مش من أهلنا. شطورة اوي يا تالين. طيب وانت يا احمد بقى اتعلمت ايه؟ انا بقى حبيت قوي بركة الاكل عند ابي طالب. اتعلمنا ان البركة بتزيد بالشكر وبالنية الصالحة. برافو عليكم يا فراشاتي الحلوين، انتوا شاطرين قوي، بسم الله ما شاء الله عليكم. وبكده نكون اتعلمنا يا حبايبي الصدق والأمانة والرحمة ونصرة المظلوم والحكمة والصبر والتعاون، إن كل دول مفاتيح اتعلمناها من سيرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبكده أكون خلصت نص قصتنا النهاردة ونص قصة سيدنا محمد. قصة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مليانة تفاصيل كتير ومليانة حكايات طويلة قوي، ما أقدرش أخلصها لكم في وقت واحد، ولا أقدر أحكي لكم القصة كلها من أولها لآخرها. بس زي ما قلت لكم وزي ما وعدتكم إن أنا هعمل لكم جزء تاني وأكمل لكم فيها بقية قصة سيدنا محمد، لأنها قصة مليانة عبر كتير ومليانة معلومات هتفيدنا، ودايما هنتعلم من سيدنا محمد كل الصفات الحلوة وكل الحاجات اللي تفيدنا في حياتنا. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعتنا وخلص القصة بتاعتنا. اكتبوا لنا بقى يا أصدقائنا الحلوين وفراشات الأمامير ايه أكتر موقف اتعلمتوه انتوا كمان، وهناخد أفضل تعليق للحلقة الجاية. اكتبولي تحت، وقبل ما تقفلوا ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وأنا بحبكم كلكم وانتوا أحلى فراشات في الدنيا، ومع السلامة.